انا ما سرقتوش، وكل الكلام اللي بيتقال عليا ده ملوش اساس من الصحة. والد الشيف براق التركي بيتكلم لأول مرة وبيبرأ نفسه. لما اتعمل معاه لقاء تلفزيوني قال الحقيقة كاملة. هنا المذيع سأله وقال له ايه حقيقة ان ابنك بيدعي عليك انك بعت كل املاكه؟ قام رد عليه قال له مش صحيح، دي املاكي وده مطعمي. وطبعا براق وهو صغير كان عمره 14 سنة كان متدلع جدا، فأنا حبيت إن أخليه يعتمد على نفسه ويجي يشتغل معايا في المطعم، وكبر في المطعم. سأله المذيع تاني قال له هو بيدعي إن أنت بعت كل أملاكه ومطعمه اللي باسمه كمان. قام ردد عليه قال له إذا المطعم باسمه أنا إزاي هبيعه؟ الاسم التجاري بس اللي اتباع بره تركيا، وبراق كان معايا وأنا بمضي وخد كمان الفلوس، وكل الدخل اللي بيجي من المطعم أنا ما بحطش حاجة في جيبي، هو اللي بياخده كله. راح سأله المذيع وقال له انت ممكن تقضيه زي ما هو قضاك؟ راح قال له لا، هو ابني وانا لو هقضيه هاخد كل اللي بيملكه، علشان انا اللي اديتهوله، وانا اديتله قصر وعنده جراج عربيات بتاعي وانا اللي اديتهوله، انا بدي ابني ما باخدش منه. راح سأله المذيع تاني وقال له طب ليه الشيف بيدعي عليك الكلام ده؟ راح قال انا وام براق متطلقين من بدري، وانا متجوز وعندي ولد صغير اسمه مصطفى عنده 11 سنة من مراتي الجديدة، وابتدى ينزل معانا المطعم وبيتعرف على كل حاجة. فوالدة الشيف براق بتدعم ابنها ان هو يخلي باله، لان خايف ان مصطفى اخوه ياخد كل حاجة ملك ابوه. وهنا براق عمل بكلام امه وعمل الهليلة اللي حصلت دي كلها. وكان بيقول ان براق كان بيحب اخوه مصطفى جدا، بس لما امه اتدخلت في الموضوع وفضلت تتكلم كتير على ودنه خلت الغيرة دخلت ما بينهم، وهي اللي عملت كل البلاوي اللي حصلت دي. سأله المذيع وقال له هو فعلا ان الشيف براق هيبدأ من الصفر من بعد ما انت خدت كل املاكه؟ هنا رد بقى ابوه رد صادم قال له انا ما بعتش اي حاجة، وبراق صحيح عنده اصفار زي ما قال لكم، بس هو نسي يحط قبل الاصفار دي رقم. انا مكسوفة اقول الكلام ده، لكن ابني ثروته في البنك بتتراوح بين 5 و10 مليون دولار، ده غير الاملاك والعربيات والبيوت اللي انا كاتبها باسمه. انا عايزة اقول لكم ان كل اللي ابني كان بيعمله ده شو حكاية ان هو كان بيطلع يساعد ضحايا الزلزال وان هو بيطلع يعيط، كل دي افلام علشان بس يتشهر، انما هو مش كده خالص. واخر سؤال سأله له قال له انت ممكن تتصالح معاه؟ راح رد وقال له ده ابني، واذا كان هو مش عاوزني فانا عايزه. يا ترى ايه هيحصل في المحاكمة بتاعة شهر 9 بين الشيف براق ووالده؟ خلينا مستنيين لما نعرف.